حققت الملاكمة الجزائرية إيمان خليفة اليوم فوزا عريضا وباستحقاق على نظيرتها المجرية، وتتأهل إلى النصف النهائي وتضمن ميدالية برونزية للجزائر على الأقل. ولكن الذي أثار انتباه الجزائريين وأثر فيهم هو بكاء الملاكمة الجزائرية بعد انتهاء المواجهة. وفي هذا الصدد تقدم الإعلام حفيظ دراجي بكلمات رائعة ومؤثرة للملاكمة الجزائرية، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الفيسبوكية قال فيه: إيمان خليف تنفجر بالبكاء من شدة الضغوطات بعد تأهلها إلى نصف نهائي أولمبياد باريس. دموعك غالية بنيتي، وفوزك ليس مجرد فوز بمنازلة بل انتصار للأحرار على الأشرار. لقد أكدت بأنك لست مجرد امرأة بل امرأة خارقة، دموعها دموع قوة وإصرار وتحدي وليس دموع ضعف أو استسلام. شكرا لكل من وقف مع ابنتنا، ونتمنى أن تستمر الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في تألقها وتهدي للجزائر ميدالية ذهبية، وهو أفضل رد على كل المشككين والساخرين منها.